اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. ان شاء الله مش هنطول على بعض في الفيديو ده. ان شاء الله النهارده اكلتنا خفيفه وان شاء الله هننور رضاكم كده، واكلتنا النهارده هتعجبكم. حاجه بسيطه وخفيفه على قلبكم. النهارده هنعمل مع بعض فراخ، بس ايه، فراخ كده بالصوص في منتهى الجمال. حاجه كده سريعه وخفيفه، اللي هو اللي مستعجل وجاي مثلا مستعجل من شغله، او مثلا اللي عايز يعمل اكل ومستعجل. دي بصوا وصفه في منتهى الجمال وهتعجبكم جدا. يا رب تجربوها وتقولي رايكم في التعليقات. هنا حطينا مع حبه زيت في الصينيه، طبعا سايبينهم يسخنوا كده مع بعضينا. وهننزل عليهم بصلايه كده مقطعينها حلق، ماشي. وهنفضل نقلب فيها كده لحد ما تحمر معانا. احنا مش عايزينها يعني تتحروق، لا احنا عايزينها تحمر بسيط كده، تاخد بس لون كده. واقول لكم نعمل ايه كمان. بصوا يا حبايبي، مش عارفه الكاميرا مش مبينه صح كده، شايفينها معايا تقريبا؟ لا مش واضحه. يعني اهو بصوا شايفين كده، ابتدت تخش في مرحله الحمراوي. هننزل عليها فصين توم وقرن فلفل رومي، ولو عايزين تضيفوا واحد حامي ضيفوه. هنقلب بقى المكونات دي كده مع بعض كده. اول ما نبتدي نشم ريحه الثوم هننزل عليها بالفراخ، نديها صدمه مع الحاجه دي عشان نديها من ريحه البصله مع الفلفل مع الثوم. اهو شايفين كده. هنسيبها كده تاخد لون على الناحيه دي، نرجع تاني نقلبها على الوش التاني ونرجع نحط البهارات واحده واحده مع بعضينا وهنكمل تاني. شايفين كده حبايب قلبي؟ هنا بعد ما الفراخ اهي خدت لون كده وصدمه، هنعمل ايه؟ هنرجع نطلعها كده مع بعضينا كده في قلب الطبق. خلي بالكم هي لسه نيه، عشان محدش يفتكرها ان هي استوت، لا. هنطلع الفراخ كده. انا بس كان الهدف بس من الموضوع ان انا اطعمها في قلب التتبيله دي. معانا هنا 4 طماطميات متقطعين حتت صغيره، هنقلبهم مع البصله مع الثوم مع الفلفل لحد ما يتسبكوا كده وتعمل زي طبقه دهنيه كده على الوش. وهنرجع تاني هقول لكم هنعمل ايه. اهم حاجه نغطيها بس علشان تتسبك بسرعه. شايفين كده حبايب قلبي؟ هنغطيها ونسيبها شويه تتسبك ونرجع نقول ايه، هنرجع نكمل بعد ما تتسبك. بصوا حبايب قلبي، هنا بقى الطماطم اهي بعد ما اتسبكت كده خدت لون كده معانا اهي، شايفينها كده كلنا. هنرجع نحط ايه بقى معانا؟ معلقه بهارات اللي هي السبع بهارات كده، شويه بهارات كده. انا الكيس ده لسه جايباه اول مره اجربه، انا عندي السبع بهارات بس انا لقيت ده كده بيتباع بالعطار قلت اما اجربه. حطينا معلقه، ماشي. عايزين ننزل عليها بقى كوبايه زبادي، كوبايه زبادي صغيره كده كده. صوص الزبادي ده هيطعمها وهيخليها طريه وهيخليها في منتهى الجمال كده. معلقه فلفل اسود كده، معلقه كزبره كزبره،
هننزل بقى بحبه زعتر كده برضو، يعني معلقه كده برضو في الزعتر كده. اوعوا تنسوا الملح كده، معلقه ملح وليمونه. الليمون مع الزبادي هيعملوا لك صوص في منتهى الجمال. يعني ليمونه كده كده. طبعا احنا مش هنحس بطعم الليمون خالص. دي معلقه صلصه. هنقلب بقى الحاجات دي كده كلها مع بعض كده. على فكره بديل الزبادي اللبن الرايب. قلبنا كده المكونات. نحطها كده على جنب وننزل بقى بالفراخ كده. كل واحده ننزل عليها نحط عليها صوص كده كده. ننزل عليها بالصوص. شايفين كده حبايبي؟ نزلنا بالفراخ وهنحط عليها الصوص ده كده حلو. لحد كده احنا مع بعض شغالين. اوعى حد ينام مننا. لحد كده زي الفل. هننزل عليها بقى بالميه السخنه ونسيبها تاخد غلوه على النار، ونرجع نحطها في الفرن تاخد بقيه التسويه بتاعتها. عايزين تسووها كلها وتاخدوا المرحله كلها على الفوق على العين من فوق مفيش مشكله. عايزين تدخلوها الفرن هيبقى افضل واحسن. بصوا حبايبي، هننزل بقى بالميه السخنه كده. بقى الفراخ اهي هتبتدي ايه تغلي معانا كده غلوه كده مع الصوص اللي حطيناه مع بعض ومع الزبادي، هيخليها طعمها في منتهى الجمال. تغلي غلوه ونرجع نكملها في الفرن. وهنا بقى بعد ما الفراخ استوت كده، مش عايزه اقول لك ان الكاميرا ظلماها بس مش مبيناها كويس كمان. بصوا صوص الفراخ مع الفراخ عظمه 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 في منتهى الجمال. اسرع واجمل شويه فراخ في منتهى الجمال. بالنسبه بقى ايه للصوص، بالنسبه بقى للصوص اللي بيطلع من بتاع الفراخ دي، شويه الصوص دول يعني ممكن ننزل عليهم بقى على شويه الفراخ كده. ممكن يتاكلوا كده شويه عيش في منتهى الجمال. الصوص ده طعمه في منتهى الجمال. روعه روعه روعه. طبعا الاكله دي طبعا مش عايزه اقول لكم محتاجه ايه. بتنجان مخلل اهو، طبق بتنجان مخلل كده محترم. ويا رب يكون النهارده ما تقلناش عليكم، ويا رب وصفتنا تكون عجبتكم، ويا رب تجربوا الطريقه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، قناه مطبخ ام حمزه.